أغرب المواقف اللي ممكن تسمعها في حياتك عن وفاة الكلاب. طبعا الكلاب اتعرفت على قديم الأزل بحبها للإنسان ووفائها ليه. الإنسان لما يجي يستأنس المفترسات ممكن خارج على الإنسان بس ما تعتلهاش الأمان لما بتجوع. لكن الكلب لا، الكلب بيعيش مع صاحبه في جميع الظروف، سواء كان صاحبه فقير سواء كان غني. من المواقف الغريبة جدا اللي حصلت، كان في راجل بيحكي بيقول إن هو كان بيمر عند قصور الصين وهو ماشي متشيك، اجى كلب داس على الحذاء بتاعه. طبعا الكلب وسخ الحذاء، فالراجل غضب جدا، فبص حواليه لقى ملمع أحذية، راح له إن هو ينضف له الحذاء. تاني يوم الراجل معدي من جنب الجسر، اجى برضه الكلب قام دايس على الحذاء بتاعه، وراح الراجل إن هو ينضف حذاء عند ملمع الأحذية. الموقف اتكرر مع الراجل، فالراجل شك، وقف بعيد يراقب الكلب. لقى الكلب بينزل عند الجسر يعك رجله طينة ويطلع جلوس على الحذاء بتاع الناس، والناس تروح تنظف حذائها عند الملمع بتاع الأحذية اللي جنبه ده. شك الراجل إن في علاقة بين الكلب وملمع الأحذية، راح له ملمع الأحذية وسأله، بس طبعا ملمع الأحذية نفى في الأول. وبعدين الراجل لما ضغط عليه قال له: يا سيدي، الكلب بيساعد لي في شغلي، هو بينزل الجسر يعمل رجله ويطلع يوسخ حذاء الناس والناس تيجي تلمع عندي. الراجل أعجب جدا بذكاء الكلب، لأن بالنسبة له الأمر غريب، وقرر إن هو يشتري الكلب الذكي ده. عرض مبلغ، طبعا في الأول الراجل رفض، وبعدين عرض عليه مبلغ كبير. الراجل وافق وباع له الكلب. أخذ الراجل الكلب معاه للبيت وظبطه، طبعا هو كان راجل غني، حط له أكل وشرب وظبطه وربطه. في الأول قال لك عم ياخد على البيت. بعد 15 يوم الراجل قال لك خلاص بقى هو كده أكيد خد على البيت، ففك الكلب. الكلب هرب منه. بعد فترة مر الراجل ده عند الجسر، لقى الكلب رجع لصاحبه القديم ورجع لحياته الأولى، إن هو بيساعده في عمله. فالراجل استغرب جدا، قال لك يعني هو ساب البيت وساب العز اللي كان فيه وجا لمهنته إن هو ينزل الجسر يعك نفسه ويوسخ رجل الناس عشان الناس تروح تلمع الحذاء بتاعها عند الراجل. فقال لك لا، قرر إن هو يجيب جرو صغير ويربيه، وقال لك يبقى صديق ليا مدى الحياة. من المواقف الفريدة برضو، كان في أحد ملوك اليمن كان عنده كلب، وبعدين الملك ده طلب من الطاهي بتاعه إن هو يجهز له الطعام. الطاهي هو بيحضر الطعام، الكلب شاف أفعى جات نفخت في الأكل. الطعام لما تقدم للملك، الكلب قاعد ينبح كتير، والملك ما هوش فاهم الكلب عايز ايه. اما الملك ما اهتمش وبدأ جاي ياكل من الاكل، الكلب جرى بحضر الاكل واكل منه. بعدها ما فيش الكلب مات. الملك عرف ان الكلب كان عارف ان الاكل فيه سم، ودفن الكلب ده وحزن عليه جدا. نطلع من القصة دي ان الكلاب سبحان الله عندها وفاء غريب للإنسان. لما تحب الإنسان وتصدق في وفائها ليه، بتبقى عندها استعداد ان هي تموت نفسها عشان خاطر الإنسان.